بيقولوا لا يفتى ومالك في المدينة. أنا بقى جبت لكم مالك شخصيا عشان يجاوبكم عن أسئلة مهمة جدا عن أهم مشروع في الفترة الحالية عند رويدة. الأول اعملي هاي للمتابعين، وعايزين بس نعرف منك هو أنا ليه اشتري في المشروع بتاعك؟ أنا عارفة طبعا المشروع بتاعك عند الجامعة الأمريكية وأكيد لوكيشن مميز جدا، بس أنا حبيت بقى إن أنتي بما إنك أنتي في المشروع نفسه تكلمين عليه شوية. شركة من 2005 في السوق العقاري، فثابت أعمال العميل يقدر يشوفها على أرض الواقع. تاني حاجة، آخر قطعة أرض عند الجامعة الأمريكية، وبالتحديد يعني نقدر نقول خطوات من الجامعة الأمريكية. يعني أنت في مكان ساكن وعايش وهتستمتع بكل خدماته، وفوق ده كله أنت كمان هتستفاد بأعلى رقم في الرنت. فأنت لو بتشتري هتكسب. طب أنا سامعة في مصطلح كده أنتوا بتستخدموه الفترة دي للمشروع بتاعكم، أنا محتاجة أعرف أنتوا بتقصدوا بيه إيه بالظبط. أكيد قصدك على يو باي ويرانت. بالظبط هو ده. احنا يو باي ويرانت عدد كبير من العملاء، وخصوصا الناس اللي بتقدر الديستنيشن بتاعت الجامعه الامريكيه، عملاء اوفرسيز. عارفين ان في اجانب طول الوقت بيدرسوا في الجامعه الامريكيه، سواء طلبه سواء دكاتره، يعني كل اللي بيكونوا موجودين في الجامعه الامريكيه بيحبوا يكونوا حواليها وجنبها في اقرب نقطه ليها، فبالتالي بيبقوا دايما شاغلين بالهم انا لو اشتريت حاجه مين هيأجرها لي بعد كده؟ انا النهارده راجل بستثمر، مين ممكن يدير لي وحدتي؟ فاحنا النهارده تعاقدنا مع اوتيل 5 نجوم، الريتنج بتاعه على بوكينج 5 ستارز، تقييم ممتاز. فده هيضمن طبعا ان هو هيأجر الوحدات. طبعا هيكون في اوبشن ان احنا نأجر للعميل اليونت بتاعته لو هو عايز، بالاضافه بقى ان كمان المشروع سيرفيس، يعني العميل يقدر يستمتع بخدمات الاوتيل سواء لو كان بيشتري ابارتمنتس او كان بيشتري. طب انا بقى بالنسبه لي الاسئله والاجوبه دي مش كافيه، انا في حته محتاجه اطمن عليها، ما تيجوا كده نزنقها. طيب انا في سؤال مهم جدا بالنسبه لي واكيد مهم قوي بالنسبه للعملاء اللي بتستثمر تحديدا. انا عايزه اعرف لو انا هشتري معاكي، فلنفترض مثلا انا هشتري معاكي مساحه الاستوديو، خلينا نبدا بيه، تقريبا سعر الايجار ممكن يكون كام؟ احلى حاجه في المنطقه دي، يعني انت سالتيني سؤال فعلا الاجابه بتاعته جاهزه عندي جدا. ليه؟ لان لما بنقول لعميل في منطقه جديده ارقام ساعات مش بيصدق، لانه مفيش ريفرنسز، لكن هنا في ريفرنسز، في كومباوندز موجوده وبيج نيمز حوالينا، فنقدر نشوف دلوقتي ندخل على كل مواقع الايجارات ونشوف الرنتال كوست كام. فنقدر نقول ان النهارده استوديو 1 بيد بيتاجر من 40 ل 60 الف. طيب هنفترض ان انت عميله وقدامك الماستر بلان وما عندكيش مشكله في البادجت، ايه احلى طيب انت شايفاه في المشروع تحبي ان انت شخصيا تشتريه، وقولي لي ليه؟ من غير ما افكر تاون هاوس فيلا حقيقي. يعني هقول لك ليه اشتري تاون هاوس فيلا. اولا انا بحب الكوزي فيلا، فاحنا عندنا مساحات من اول 254 ل 305. كمان انا عندي سيرفيس تاون هاوس فيلا، دي مش موجوده اصلا قبل كده، يعني دي فكره جديده ممكن تكون موجوده في الكومباوند لاول مره. كمان انا بالنسبه لي التقسيمات خطيره، يعني انا اقدر اقول ان انا التاون هاوس فيلا بتاعتي تبقى دور ارضي واول وتاني ومعاها جاردن مساحه كبيره، فطبعا التقسيمه كلها على بعضها وفكرتها فعلا بتخليني ان انا عايزه اشتري فيها. نيجي بقى نشوف سعرها اللي بيبدا من 23 مليون. بصراحه بقى شفنا حوالينا في الكومباوندز لقينا اصلا سعر الشقه 170 متر ب 25 مليون، ما بالك بقى اديك تاون هاوس فيلا بتبدا من 23 مليون وتقدر تدفع 5% مقدم و5% بعد 3 شهور وتقسط على 8 سنين. فدي فرصه العميل اللي فعلا بيشتري صح. طب انا دلوقتي لو عايزه احجز اعمل ايه؟ اذكى عميل اللي بيختار توقيت اللونش عشان ياخد اول سعر للطرح، فده اكتر عميل بيكسب لما بيحب بعد كده يعمل ريسيل. فنقدر نقول ان دلوقتي الاوبورتيونيتي عشان تاخد بالاسعار الافتتاحيه انك تكلمنا علشان تحدد ميتنج جوه الشركه، ولو حبيت كمان تشوف الارض ده هيخليك تاخد القرار. لو حابب تستفيد بالعرض كلمنا او حدد ميتنج واحنا هنكون موجودين علشان نساعدك ان انت تختار صح.